أولادي أحفادي، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح أحكي لكم قصة. طبعا المشاهدين الأعزاء أكثرهم يطلبون قصص، فراح ألبي طلبهم. اليوم عنوان القصة عاشقة اللوحة. ريم وأمها وأبوها عائلة يعني ساكنين بالأعظمية. ريم تخرجت من كلية التربية، وبالصدفة يعني تشاء الصدف يوم اللي تخرجت من الكلية كلية التربية والدها توفى إلى رحمة الله. فصار عندها في الصدمة الحقيقة، وأصيبت بكآبة. هي ما قبلت تتعين مثل زميلاتها، ما قبلت تتعين، وقت ملازمة البيت حوالي مدة أشهر أو سنة حوالي. فأمها قالت أنا بعد ما أقعد هنا أنا بالعظمية، انتقلوا هناك بالزوية. ورا كم يوم جدتي بنية يعني مبينة مثل خادمة مال جيرانهم، قلت لها جيرانكم احنا، والخانم دزتني تقول اريد نجي يعني تجي هي عندكم العصر تبارك لكم بالبيت الجديد. ورا كم يوم جدتي الخادمة مال جيرانهم قالت لها الخانم تسلم عليك وتقول اني بعد اليوم اجيكم والعصر ابارك لكم على البيت الجديد. فجدتي هاي جيرانهم، وبالصدفة طلعت جيرانهم هي وأم ريم كانوا في الصف يعني بالدراسة المتوسطة والثانوية حتى بالكلية، بس الفروع مالتهم بكلية التربية تختلف. فبقوا يتذكرون، قلت له شنو أخبارك؟ وحدة تقول له شنو أخبارك؟ يعني أم ريم حشت لها قلت لها والله يعني هاي احنا كنا قاعدين بالأعظمية وأبوها الريم توفى فجأة، وهي كلش كانت متعلقة بأبوها، أصيبت بكآبة ما اضطرني أنا أبيع البيت وأجي هنا. قلت لها يعني ذيك ست منيبة اسمها، هي مديرة مدرسة صايرة، قلت لها أهلا وسهلا بيك وكلش خوش صدفة. أي فهي أم ريم قلت لها ست منيبة أنت شنو أخبارك؟ قلت لها هسه بعدين أحكي لك أخباري. صاروا العائلتين علاقة كلش علاقة يعني صداقة. فريم قالت على أساس راح تتعين، فست منيبة قلت لها ماما أنت شو تتعينين؟ يعني ولابسة أسود شعرش مرتب، يلا امشي نروح للسوق. ودتها للسوق، اشترت لها ألوان يعني فد ألوان تلايق، هي يعني ريم بنية شابة صغيرة بعدها يعني 22 سنة عمرها، فد ملابس حلوة. ودتها للحلاقة وقلت لها صرتي مدرسة لازم تكونين شخصية ومرتبة، وترى كل إنسان يحب شيء جميل، يعني طالباتها ميردوش حلوة ومرتبة وملابسش حلوة. أكو أحد قلت له ما يحب الشيء الجميل؟ كل إنسان يحب الشيء الجميل. شوية شوية يعني هاي الكآبة راحت بالريم. كانت دائما تروح بيت ست منيبة وست منيبة تجيهم، ويا ما كان دنيا الشتاء يعني فمرة هم متأخرة وقعدوا يسولفون بالليل. هي ست منيبة عندها بس وحدة مرة مربية يعني مرة عجوز، قلت لها تباتون عندنا، شوفي هنا أنا بهذا المكان. قلت لها شوفي هاي تخوته وزوالي والدنيا دافية ومنقلة. قلت لها إيه قاعدة حلوة. قولي نامت ريم ونامت المربية، ظلت ست منيبة وأم ريم يسولفون. ست منيبة قالت لها متعرفين أني مو كان عندي علاقة ويا واحد يعني وحصل بعثة ورحت وياه أني إيه، وإلى ورا 4 سنين أني وياه وجبت ولد. إيه السنة الرابعة حصل على الدكتوراه، وأنا كلش فرحت، زينت البيت كله ورد وسويت فد كيكة كبيرة وزينت أني وترتبت، ويعني بعد أكو من هالفرحة يعني أخذ الدكتوراه وراح نرجع لبغداد. إجا هو قلت له يعني إبراهيم أهلا إبراهيم دي تعال دشن الكيكة. ما تتصور إبراهيم أني شلون فرحانة اليوم، يعني أني مو بس أنت أخذت الدكتوراه، ترى أني وياك أخذنا الدكتوراه وحتى ابنك هذا مشاركنا. أشو هذا إبراهيم؟
هاي دا تحكي ست منيبة تقول غير ما أدري شلونه، مو ولا فرحان ولا عبالك ولا أبد. تقول قلت له إبراهيم عيني يلا بدي أجرب الكيكة، يلا بدنا ناكل بدنا نفرح. يقول له شو هذا؟ رأسه التفت علي قال لي منيبة عندي حكاية وياك. قلت له إيه عيني شنو الحكاية؟ قال لي أني ترى ما أقدر أرجع لبغداد. قلت له شلون حكي هذا؟ شو ما ترجع لبغداد؟ خلنا نروح نفرح الأهل، نفرح أمك، نفرح خواتك، نفرح أهلي. قالها لا، قالها أنا من جيت لإنجلترا عندي صار علاقة ويا ممرضة، وأني صار لي 4 سنين ويا الممرضة، وأخيرا آخر شيء قررت أنا أتزوجها. قلت له إبراهيم أنت بدك تحكي بكل عقلك يعني؟ أخاف شارب أخاف هالشيء. قالها لا 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 أنا مو شارب، أنا اليوم قررت أن أقول لك يا بوتشك حتى لا تتفاجئي. قلت له وهيك سهل عليك تفارقني وتفارق ابنك وهاي الخدمة 4 سنين وعلاقتنا بالكلية 4 سنين؟ قال صارت بعد، أنا من أول ما جيت صارت عندي علاقة. تذكرين من تمرضت ونمت مستشفى 5 أيام نمت مستشفى، علاقتي ويا ذيك الممرضة لها 4 سنين. هسه الآن شفت نفسي ما أقدر أتركها. أني تقول أني رأسا وقعت على الكرسي، هو طلع ورا أسبوع دز لي ورقة الطلاق. وأني يعني هي منيبة تحكي الأم ريم تقول كنت أتوقع يعني مثلا ابننا كبار صار 5 سنين 6 سنين 7 سنين، مثل كارتي يتذكر عيد ميلاده، أهو ما يخالف هسه تطلق ابنك عيد ميلاده دز له هدية. أبد ولا كأنما عنده ولد أبد. والولد يعني كان أول الأيام أنا كنت أماطله الولد، أقول له شو اسمه أبوك هسه يجي ما يجي يمشي. بعدين قال لي ماما احكي لي الحقيقة شنو؟ حكيت له. فالولد يعني كان قبل عنده أمل أنه كل سنة مثل أبوه يدز له من لندن هدية، مثل يدز له كارت بمناسبة عيد ميلاده. الابن كلش أصيب بفد عقدة يعني. كل مضت الأيام درس وصار كلش يعني متميز وحصل بعثة، حتى من حصل البعثة بالثانوية ما قبل يروح لإنجلترا، قال حتى لا ألتقي بأبويا أروح لأمريكا. هاي القصة أقول لي صار يعني هم يحكون ويشربون كواب شاي يحكون إلى أن صار تقريبا الفجر ناموا. مضت الأيام عزايم وقعدات بيناتهم، بس يعني ريم كلش تآلفت ويا ست منيبة. عبالك ابنها ابن ست منيبة نجي عليها وين؟ بأمريكا، اسمه فريد. أي فمرة ست منيبة قالت لها ريم، قالت لها ريم عندي مفاجأة لك، امشي صعدي فوق وياي. صعدت قلت لها شوفي هذا المرسم مالتي. قالت لها انت ترسمين؟ قلت لها انا رسامه من كنت بالثانويه ومش تعرف، بس ما قلت لكم. فمن خشت للمرسم ريم شافت في الصوره كبيره الشاب، يعني يطلع عمره فت 25 26 سنه، يعني وسيم جدا، لكن شنو يعني اول ما تباوع عليه تشوف نظره الحزن بعيونه. هاي الحقيقة اللي ظلت يعني ريم تباوع على الصورة، اللي شدها للصورة هي هاي نظرة الحزن. فقالت لها ست منيبة، قالت لها ابنك ما شاء الله كل جميل، لكن شنو هاي نظرة الحزن؟ قلت لها والله هاي يعني من هو بعد الطفل يعني صار عنده عقدة من وراء أبوه، ودائما هاي النظرة يعني هواية قالت لها مو بس انتي، يعني هواية ناس من يجون يشوفون المرسم مالتي يقولون هذا ابني. شنو هاي نظرة الحزن؟ قامت تجي تقريبا يعني قالت لها لعد ست منيبة ما زال انت رسامة اريد ترسميني. قلت لها ما يخالف. قامت كل جمعات تروح ترسمها، بس هي كانت يعني مواظبة ريم على الذهاب للمرسم. عبالك يعني هاي اللوحة تماما يعني نقدر نقول عبالك عشقتها اللوحة، صورة هذا الشاب. يعني أني الحقيقة أذكركم بأكو فد أسطورة بيجماليوم هذا فد نحات أغريقي سوى تمثال، هو عشق للتمثال،
حتى يقال أنه دعا من الله أن يقلب التمثال امرأة. هاي أسطورة طبعا. مضت الأيام، فست منيبة راحت لهم، قالت لهم أبشركم بشارة. قالوا لها شنو؟ قالت مو ابني راح يجي بعد 3 أيام، لازم كلنا نتحضر نروح نستقبله بالمطار. فهاي يعني ريم كلش فرحت، قالت معقولة هاي اللوحة راح يجي شخص حقيقي وأشوفه، وهو مجرد لوحة وأنا أشوفه حقيقي؟ معقولة. كلش تحضرت وتحمست، بدلت يعني ورتبت، وراحوا للمطار تلقوه. طبعا شافتها هذا الشاب يشبه اللوحة، بل يعني أكثر وسامة من اللوحة هالشكل. وطبعا هي شابة وهو شاب، وبحكم الجيران صار علاقة وتآلف بيناتهم. وآخر شيء زوجة ريم زوجة فريد، وعاشوا عيشة سعيدة. وإن شاء الله كل الشباب اللي يتزوجون يعيشون عيشة سعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.